اولا قبل كل شيء كنشكروك على الصدفه الثانيه بعد المقابله ديال رمضان، واليوم كتصادفوا وكتشوف كيلعبوا المنتخب مع جوهرة الصحراء بمناسبه اسبوع الجمل، وكتستضيف تربع جلال محمد السادس نصره الله. وحنايا فرحانين يعني بمناسبة عيد العصر بعيد العصر، وكنرحبوا بالمنتخب وكنرحبوا كذلك بالوالي، وكنشكروا على هذا الحضور ديالو اللي حضر مع الوفد في المجلس البلدي ورئيس الجهه ومجلس الاقليمي وباشا القلمين. كان انا بعد اول قبل كل شيء كنشكروه جزيل الشكر، وكذلك انتم كنشكروكم جزيل الشكر. وبخصوص الكتاب اللي ديال الذاكره اللي حفظ الذاكره بالنسبه للكتاب اش غتقول فيه؟ انا بعد اول قبل كل شيء كنشكروا شرفي اللي دار فيه جميع الكره الرياضيه ديال جوهرة الصحراء، حتى فروق الاحياء، بعد فروق الاحياء كالتواغيل كالنهضه، وخصوصا بعد اللاعبين القدماء اللي لعبوا، اللي عطاو لهاد الجوهرة الصحراء، اللي عطاوها شي حاجه اللي فوق العاده. وها حنا وكنشكركم مره اخرى. وشكرا سي عبد الرحيم، الله يكبر لك. كنت لاعب كرة قدم بجوهرة الصحراء آنذاك قديما. بمناسبة هذا الأسبوع ديال الجمال كان نشرفوا بهذا اللقاء اللي حضروا فيه اللاعبين من قدماء مكسيكو. احنا كنلعبوا معهم في هذا الإطار اللي كيطريسوا ولي الجهة. ومنذ البارحة تسلمنا الكتاب ديال جوهرة الصحراء اللي فيه اللي كينبض من الستينات الى، يعني كيفاش الخطوه هذه؟ خطوه من الستينات الى يومنا هذا الى الثمانينات. يعني هذه خطوه بالنسبه لها هي حفظ الذاكره، هي اصلا التاريخ ديال الزوار، رحله الى الذاكره يعني تبقى جيل من جيل من الستينات الى الثمانينات، وهكذا غيبقى، لان هذا الكتاب فيه الجزء الاول وغادي يصدر الجزء الثاني عبر الاجيال غيصدر عبر الاجيال. شكرا. ايوه الله يكبر بك. هاني الله يكبر. مرحبا.